لقمه على قد كده ربنا مخلياني بلف حوالين نفسي. والله العظيم هي مظاهر لكم وشها، بس حرفيا هي عينيها من كتر العياط حمرا، من كتر ما هي معيطه ان انا بس مش معاها، انتوا متخيلين؟ المهم يا اخواتي، حط لايكات كتير وشير الفيديو في كل مكان. ولو انت جديده او اول مره بتشوفيني على علم نور، اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل او بوست او اي حاجه هنزلها لك عامه. يعني نخش في الموضوع على طول عشان مش ناويه اطول معاكم. انا هوريكم التكنيك بتاعي السريع لما بيكون الوقت ضيق وخلاص ابو عمر قرب يطب عليا، يعني خلاص بقى مفيش مفر عشان ما اسمعش كلمتين مالهمش لازمه، مع العلم ان هو سم بدني ليهم. ماشي، خلينا نكون متفقين على الوضع ده. سم بدني بيهم، وانا اشتريت رضاه ميات نور اند كريزي شانل. انا عملت ايه عشان ما زعلهوش وعشان خاطر اراضيه، واتصرفت ازاي بدل ما يقول لي شكرا كتر خيرك تسلم ايدك. والله العظيم قعد يبكت فيا لما هرجت تتي، لغايه اما قلت له انا غلطانه. بعد كده شكرا كتر الف خيرك ان انت على الاقل بتخشي المطبخ بتعرفي تقفي. دي يعني كويس ان هي قاعده كده مأنساني كده على الرخامه. هي لو مش مأنساني كده بتبقى تحت رجلي وبتقعد تزق فيا، بتخلي نفسها حاجز ما بيني وما بين الرخامه، اللي هو انا اصلا ما اقفش اعمل اي حاجه. فالله المستعان، ربنا يقوينا جميعا. ويلا بينا، ما تتفاجئوش من اللي انتوا هتشوفوه، بس يعني ده تكنيك اكل سريع كده انا معتمداه بالذات في وقت الازمات، يعني بنقذ نفسي وربنا معايا بقى. المهم كده انا عندي الرز جاهز فمش شايله همه خلاص. ماشي، بعمل ايه بقى؟ بسم الله. الطاجن ده لسه مغسول فنضيف، يعني انا هستخدمه على طول. ماشي، فالطاجن نضيف معايا. ماشي، هنطلع كمان العلبه بتاعت الاكل. بسم الله. باجي الطاجن من الاخر كده، يعني الاكل يا دوبك جاهز. نجيب الكبشه برضو، دي لسه مجهزاها النهارده، دي لسه متجهزه طازه. عايز سندوتش؟ مبهدلش برضو الدنيا معايا. ده ايه بقى يا ولاد؟ ده ايه؟ مش عارفه هو ظاهر لكم ولا لا، بس ده ايه؟ ده عباره عن تورلي. ماشي، عباره عن خضار مشكل، فاصوليا خضراء على بسله على بطاطس على كوسه على جزر. ماشي، ف ده جاهز ومستوي كل حاجه تمام ومتسبك. يعني بصوا متسبك ازاي، شايفينه؟ فهو اصلا متسبك، فانا هشتغل في الاكل على طول. انا عايزاه كمان يعني ايه الاكل ياخد من بعضه، يتعشق في قلب بعضه. فهعمل ايه؟ بصوا هاخد كده من التورل ده، هو ساقع لسه مطلعاه من التلاجة. هحط كده في قلب الطاجن عندي اهو، مش عارفه شايفيني ولا لا، بس اكيد واضح يعني. احط كده في قلب الطاجن. الكميه اصلا مش كبيره، الحمد لله برضو ان انا مكترتش، لان انا عندي اولادي ايه؟ عدوين الطبيخ. كنت الاول معوداهم وهم صغيرين على اللهم صل على النبي على شوربه الخضار بنفس التكنيك كده، بس من غير صلصه ولا الكلام ده. والله يا اخواتي من كتر ما كنت بصورها داخل الفيديوهات، والناس قعدت تقول لي غيري وجددي واعملي، مع انها شامله كامله واكله صحيه جدا. حرفيا اولادي كانوا عايشين عليها، اقسم بالله وحياه ما بقول يا رب احفظ لي اولادي وراضيني فيهم، ما بقوش يقبلوها مني، ما بقوش ياكلوها نهائي خالص. معرفش ايه السبب، يعني كرههم ليها كده. بس قعدت فتره كبيره بعدهم عنها ما كنتش بعملها، جالي بقى ايه؟ سدت نفسي من كتر التعليقات اللي كانت بتجيني وكده، فما بقتش اعملها لهم. فالعيال زي ما تقولوا اتعودوا ان هم ما ياكلهاش بقى ولا ايه، مش فاهمه. جات لهم سدت نفسي، مبقوش ياكلوها اصلا. يعني بقيت اعملها، بقيت ارميها. زي ما هعمل ايه؟ بصوا هعمل ايه بقى كده دلوقتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش عارفه اللحمه ظاهره لكم ولا لا، بس اللحمه واخده تشويحه قبل الشوربه، فواخده كده لون بني كده خطير. بصوا بقى هعمل ايه. هحطها وبعدين اوزعها. ماشي، انا هحط بالظبط فيها 4 حتت. هحط 4 حتت كفايه. 4 حتت ولا اكتر؟ ولا نزود حته كمان؟ نزود حته كمان. حاضر يا ليلى، في حته ملبسه قوي كده هحطها. ماشي، عشان بقى عايزه الطاجن يفك من بعضه ويبدا يبقبق تاني. هعمل ايه؟
بس احنا كده تمام. هقوم جايبه كده بالكبشه. خلاص يا لين، حاضر. كبشه بس، كبشه واحده بس، واقوم حاطه كبشه كده من الشوربه اول وجديد. تمام كده. فمش عايزاها، هي كده كده هتاخد وقت في الفرن، فعبال ما الخضار نفسه يسخن ويبقبق وكده هياخد وقت. ممكن ازود كبشه كمان، ممكن ازود كبشه كمان، وهسيبه بقى مع نفسه يبقى عامل زي الزبده كده نص ساعه بقى، ساعه الا ربع، على حسب بقى ما هو يجيلي. بس نوسع بس كده الشوربه عشان كله يشرب من بعض. بصوا يا اخواتي، هو نفس التكنيك اللي انا متعوده عليه في الاكل بتاعي، مع اختلاف ان طبعا انا بخلي، يعني انا اللحمه دي عملتها بعد ما عملت الطبيخ، فهنا في ظروف. يعني انا ما كانش عندي لحمه، عامله الاكل من غير لحمه زي ما انتوا شفتوا، وهتعرفوا ليه ان شاء الله في الفيديو اللي هينزل لكم على يوميات نور. فالمهم ان الاكل لما بيتعمل من غير لحمه اذا هو معمول على التسبيكه، ما عملتلهوش شوربه. فجددت بقى ايه اللحمه بالشوربه دي، وبظبط الدنيا كده في الطاجن زي ما انتوا شايفين. بس هلفه بقى ورق فويل وهدخله الفرن. انا كده خلصت. عايزه اوريكم شكله. بصوا ده كده شكله اهو. هلفه بقى كده بورق فويل وهدخله الفرن يعيش مع نفسه على الاخر خالص، لغايه اما يقول لي يعني خلاص انا بقى ليا صاحب طلعيني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الله يسامحك يا عموري. كلي يلا، كلي ماما. ورق الفويل اهو. بس كده يا اخواتي، انا كده يعتبر خلصت الاكل. لو معرفتش انزل لكم الصوره بتاعه الطاجن هنزلها لكم على اخواتي. ما تنسونيش بقى كده بدعواتكم، تحطوا لايكات كتير للفيديو وشير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. ما تنسوش تشتركوا في القناه، ومع السلامه.